يا صباح الخير أو مساء الخير خاوتي خواتاتي حسب التوقيت والمكان اللي راكم متواجدين فيه. نقولكم مرحبا بكم في هذا الفيديو، واللي جاتني سفرية مفاجئة إلى الجزائر، والسبب مرض الأم تاعي. هنايا رحنا في مطار اللي كان في ليل. كان على 10 الديبار تاعنا، بصح الله غالب الطيارة دارت غوطة تاع ساعتين، وهنا طلعنا في الطيارة خاوتي خواتاتي ونخليكم. Bonjour, nom de la compagnie ASL Airlines, le commandant de bord, Monsieur Grégoire Leblanc et l'ensemble de l'équipage vous souhaitent la bienvenue à bord de ce Boeing 737-800. Nous nous assurerons de votre confort et de votre sécurité durant ce vol strictement. وهنايا دخلنا الأجواء الجزائرية، وبالضبط مدينة بجاية. يا الله روعة في الجمال. اسمحوا لي برك على التصوير لأني كانت بجنبي امرأة وما قدرش نقرب الهاتف باه نصور لكم هذا الجمال. بصح روعة روعة اللي تشوفوها في الواقع. الفيديو ما عطالهاش حقها كما العادة، يعني الطبيعة الخلابة والشمس وهذيك البناء المتواجد في الجبال والطرقات تشوفوها من بعيد، ما شاء الله روعة 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 بجاية. مهم أول مرة ندخل من بجاية، يعني متعودة ندخل من هواري ممدن من الجزائر العاصمة. أول مرة نروحوا، يعني كانت سفرية مفاجئة وإيرجانس نهبط البلاد. مهم خاوتي خواتاتي خليكم تستمتعوا مع هذه اللحظات، لأني طولت ما حلتلكمش يعني هذا الفيديو معذرة لأسباب يعني خاصة بالمرض الأم تاعي، لكن حبيت نشارككم هذا الجمال تاع بلادي وبجاية والجبال. يلا خليكم معايا. The aircraft. ASL Airlines crew members were very pleased to share the flight with you and we hope to welcome you again very soon. If you need any further information, we don't. وهنا يا خاوتي كما شفتوا صفقنا على لو بيلوت باسكو هبطت الطائرة بدون أوجاع وألم. مهم هي عادة ما فين نديروها في إيغال جيري مع الطيارة تاعنا، بصح هذه كنا في أسيل وكومام هنينا لو بيلوت. هنا كيف راكم تشوفوا هذيك الأجواء، ودخلنا المطار نجيبوا الأمتعة تاعنا. أنا ما ديتش الباجاج بزاف ساكامة برك، بصح خلعوني صحاب بجاية اللي فاليز اللي يخرجوا والكابا مشطبين دايرينهم ليك خوا. مانيش عارفه علاه بالك كي يجيو خارجين عند الباب يحكموهم لا ديواني فرقتوهم والله ما على بالي. مهم اول مره نشوف هذه الكميه، هاي فاليسينا صغيره ما فيها والو شطبوها لي، بصح ما حكمونيش عند الباب، حوسوني كانوا يحوسوا هذو الفاليزات الكبار. الله غالب الواحد يجي يشوف الوالدين تاوعو وما جاش عامين 3 سنين، بالك جايب هدايا بالك جايب حاجه، تخرجهم له كامل هكذا مشطبين. احنا نجو من هواري بومدين ماناش نشوفوا هذا التشطاب كامل، راكم شطبتوهم كامل يا صحابي بجاية. اول مرة نجي في هذا المطار والله خلعتوني وش بيكم. المهم خاوتي خواتاتي رانا نقصروا، هي صح الاكثرية تاع الامتعة كانت فيها كخوة، بالك فيها الهدايا بزاف ولازم يفرقتوهم. انا عندي ماشي نورمال اي واحد يجي لاهله، راهم عائلات كبيره كي تمدي لهم غير شينغوم وهذيك الكاوكاو والشوكولا يعني ما تكفيهمش. المهم هذيك خرجنا من المطار الله يبارك كما راكم تشوفوا بجايه، يعني شمال شمال وكان فيها النخيل. يعني انا دايره في راسي النخيل غير في الصحراء مع السخانه هذيك، ولكن اللي موجود في البجايه. هذه الحاجه تاع بجايه كما راكم تشوفوا المباني في الجبال وهذيك الشميسه وهذاك البرود ما شاء الله. احنا جينا مع لي مونطو البرد وهما كانوا مصيفين. المهم هذا هو جمال بلادي، نخليكم تشوفوا شويه من هذاك الجمال ومن بعد نرجع لكم، والله نخليكم تشوفوا كامل الفيديو براحتكم. مهم خاوتي خواتاتي انا يا ما شاء الله عجبتني بجاية، بصحتكم يا صحاب بجاية. يعني كي خرجت من المطار كنت نشم في ريحه البحر، مانيش عارفه كان بعيد ولا قريب، انا ما نعرفش بجايه مليح. المهم كما قلت لكم راني اول مره نجي على بجايه، انا اكثريه نجي على الجزائر. مني روحت غادرت البلاد هذو 26 سنه نهبط دائما على هواري بومدين. المهم نخليكم تستمتعوا باللحظات في بجايه.
هنا خاوتي خواتاتي درنا لابوز تاعنا باه نشربوا القهوة ونريحوا في هذا المكان واحد 10 دقائق 15 دقيقة، وبعد دينا طريقنا وكملنا. وهنايا ما شاء الله وصلنا لبوابة بوسعادة، راكم كما كتشوفوا كنت فرحانة. وثاني ما قلت لكمش أول مرة نجي نوصل المدينة تاعي في المساء ونشوف الجمال تاعها، لأني دائما نوصل في الليل كي نجي من ألجي هو بومدين عفوا، نوصل دائما في الظلمة اللي ما نشوف حتى حاجة. المهم هذه المرة وصلت على 5:30 تاع العشوة اللي شفت الدخلة تاع بوسعادة. هذا على ما أظن حبس على ما أظن هما اللي دائما يقولوا في الدخلة تاع بوسعادة تلقاو هذو. بعد كاين الجامعة وكاين المرقد تاع الجامعة وغزة وهذو لي زابارتمون اللي راكم تشوفوا هنايا لي بومبيي. ثاني في الدخلة تاع بوسعادة يعني روعة روعة، بدات تكبر بوسعادة كيما راكم تشوفوا هذو كامل غزة. يعني البنية تاعها كامل ديزابارتمون. كنت تمنيت كان لو كان يكون فيها خلط بزاف السكن هذيك كيما حنا نقولوا ديار، خير من يعودوا ديزابارتمون هكذا. مهم أصحاب بوسعادة فرحانين بهذا الحوايج الجدد. أنا ثاني كي يعودوا هما فرحانين، احنا ثاني المتغربين أنا فرحانين ليهم. سورتو حكاية المطار الجديد راهم يخدموا فيه، ربما العام الجاي يفتحوه ويفرحوا كامل الناس بوسعادة ويعني وما جاورها اللي يجوا لافامي تاعهم من الخارج على الأقل يعودوا قرب ليهم في المطار. مهم هنايا خرجت يعني بعد 3 أيام ولا 4 أيام خرجت نحوس هنايا. شفت بوسعادة مع هذيك العشوة، لأني ملي جيت وأنايا جالسة في المستشفى مع الأم تاعي، يعني خرجت مع بن أختي نحوس نح شوية على خاطري. كما راكم تشوفوا هنايا الهلال ومع غروب الشمس. روعة بوسعادة والله، حب بلادي حاجة أخرى. كما راكم تشوفوا زايدة الشمس تغيب، وهنايا نشوفوا الناس بداو يدخلوا ديارهم. وعجبتني ديك التحويسة مع عائلتي، بن أختي، بنت أختي، يعني كنا نحاوسوا ونحكوا مع البرود مع الناس طالعين هابطين. كاينين اللي يعني يواسوا بالخف باه يدخلوا لديارهم، خاصة النساء والبنات. كما راكم تشوفوا هذه هي بوسعادة. هذا جهة برك من جهات، يعني بوسعادة راها كبيرة وعريقة بناسها بتقاليدها بعاداتها. يعني لازم تروحوا لبوسعادة، مش غير هذا البولفار طالعين فيه هابطين فيه كيما انا حالتي، لأن الله غالب انا رحت على جال مرض ما رحتش على جال حواس. لكن بوسعادة فيها بزاف حوايج، فيها إتيان ديني، متحف إتيان ديني، فيها لي زوتيل، فيها في غيرو، فيها بزاف حوايج. روحوا زوروهم، لازم تلقاو واحد يقيديكم ويديكم لهذو البلايص. المهم خاوتي خواتاتي، ان شاء الله برك يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تخلونا التعليقات تاعكم اذا زرتوا مره او 2 بوسعاده، وشنو الحاجه اللي عجبتكم فيها، شنو الحاجه اللي ما عجبتكمش، لانهم بفضل هذو التعليقات تاعكم البوسعاديين يشوفوا تعليقاتكم ويركزوا عليهم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على
خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وهنا كما سمعتوا الاذان تاع دائما الفجر هو اللي نوضني. الصلاه خير من النوم. يعني اول جمعه عندي في كي رحت البلاد صورت هذاك ولا سجلت الاذان. ما شاء الله نعمه من عند الله انكم واحد ينوضكم للصلاه، مش كما احنا في فرنسا عندنا هذاك لي زابليكاسيون تاع لا بريير وراكم عارفين ولا منبه. الحمد لله على النعمه اللي فيها البلاد تاعنا. مهم هنايا يوم الجمعة بعد ما شفتوني صليت الفجر تاعي كلش رحت نزور المقابر. يعني جدة تاعي ماتت عندها عامين قد يعني عامين قد ماتت في نوفمبر 2023 وانا رحت في 25 في نوفمبر معناتها عفوا اكتوبر معناتها عامين قد. لهذا نقول لكم خاوتي خواتاتي يعني بلادنا نرجع لها سواء حيين أو ميتين، لكن دائما نجو في ظروف صعبة. يعني مرض موت عرس يعني ما نجوش غير نحاوسوا بارك تجيبنا حوايج اللي تجيبنا لبلادنا. ان شاء الله من هذه العاده ما نزيدش نرجع عليها، وان شاء الله المره الجايه كي نجي نحوس لبلادي هنا. او شوفوا هذا الجمع الكبير الناس لقيناهم ينقوا مع صباحة ربي يديروا الميناج يديروا شوفوا الناس يصبحوا ناشطين. ما ديما نقولكم المهم هذه الجهة وين كان مناطحة لابوست هو اوتيل على ما اظن، لكن لحسن ما فهمت يجوها غير القيادة والعسكر هكذاك مهم حكومي. هنايا فتنا على لوتيل بان هبطوا الدشة القبلية وين كاينة يعني الجبانة اللي نروح نشوف اهلي. كما قلت لكم جدتي عندي عامين من اللي ماتت. الله يرحمها ويرحم جميع أمة محمد أجمعين. الحاجة اللي حبيت نفوتها لكم يعني مهما عدنا المال ومهما رانا أغنياء هنا كما رانا سواسية. هنا اللي راهم ميتين يعني نشوف الناس يعني من أهل جداتي حتى وعدهم المال ويسكنوا في متغربين يسكنوا في الخارج، لكن مكان تاعهم هنايا ما طلعهمش المال ولا هبطهم، كانوا كامل في القبور تاعهم مع بعضهم كيف. المهم بهذا الفيديو نستودعكم في رعاية الله وحفظه في فيديو آخر إن شاء الله.